أعزائي متابعيني أهلا بيكم. النهاردة هتكلم في موضوع يمكن كتير جدا مننا مستاء من اللي بيحصل من البنات والسيدات اللي بيقعدوا في أماكن عامة وصوتهم بيكون عالي جدا. في الحقيقة يعني الموضوع أنا لاحظت الفترة اللي فاتت بقى زيادة قوي، إنك تكون مثلا قاعد في كافيه وللاسف في اماكن راقيه، يعني عشان حد ممكن يطلع يقول لي لا دي اماكن شعبيه او لا 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 لا، في اماكن راقيه المفروض انها اماكن راقيه. وبص تلاقي يعني خلوني انا هتكلم من الواقع. امبارح كنت قاعد في مكان وكان في التجمع، ومكان راقي المفروض ان هو 5 ستارز، وفوجئت باربع بنات يتراوح سنهم من 25 ل 30 سنه، والمفروض ان هم اتخرجوا يعني وشكلهم ناضجين، لان انا كنت سامع طبعا الحديث بيدور ان هم بيشتغلوا، وكان في حد منهم بيقترح ان هم يسافروا تركيا او يسافروا فرنسا. يعني المفروض ان هم ولاد ناس، يعني المفروض ان هم متعلمين، المفروض ان هم اهلهم يقولوا لهم لما تقعدوا في اماكن عامه دايما يكون صوتكم او الضحك او لما تضحكوا يكون على قد المساحه اللي انتوا قاعدين فيها. ما ينفعش ان تكونوا قاعدين في مكان واخر كل المكان سامع صوتكم. يعني الموضوع ده كمان بيسبب ازعاج، يعني انا شخصيا سبب لي ازعاج، وكنت فعلا اخدت قرار ان انا اسيب المكان وامشي. دلوقتي بقى في النوادي بنلاحظ الكلام ده، بقى في الاماكن العامه. كان الاول كان الرجاله هي اللي صوتها عالي، لا دلوقتي الستات هي اللي بقى صوتها عالي. فدايما انا بنصح الاهل وبنصح، وللاسف ناس كبار، يعني بشوف ناس كبار وصوتها بيبقى عالي جدا، وبص تلاقي على بعد 50 متر قاعدين وصوتهم واصل يعني اكتر من 50 متر. طب ازاي كده؟ هو مش المفروض ان يعني ولا الدين ولا اخلاقنا ولا يعني هو في ايه؟ يعني واحنا وصلنا كده ليه؟ احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ فيا ريت الاهل، يا ريت الناس الكبار تفكر. بلاش صوتنا يكون عالي، دايما يكون صوتنا على قد المساحه. ده هيسعدنا ويسعد اللي حوالين مننا. يعني انا عايز اتبسط واضحك، لكن ما ازعجش اللي حوالين مني على بعد 100 متر. ولا حضراتكم شايفين ايه؟ ف من فضلكم خدوا بالكم من الناس اللي حواليكم، وبلاش تعملوا ازعاج. وده مش رقي، ده يعني مش عارف اسميه ايه. واعتقد كده رسالتي وصلت. وفي نهايه اللقاء انا بشكركم شكرا جزيلا، والى اللقاء، تحياتي اشرف شندي.